هلا خبرنا الثاني عن الكليب اللي اطلقه الفنان حسين الجسمي منذ عده ايام، وهو كليب اغنيته الجديده بشرة خير، اللي حاول يوصل من خلال كلماتها رساله تشجيع للشعب المصري على النزول للانتخابات الرئاسيه القادمه. الاغنيه اظهرت كافه فئات الشعب المصري بصوره مرحه وخفيفه الظل. الاغنيه من كلمات ايمن بهجت قمر والحان عمرو مصطفى واخراج هشام فتحي. خلينا نشوف جزء منها. ولردات الفعل على الأغنية جاءت على لسان فنان هاني شاكر عبر موقع اليوم السابع، اللي قال إنه مخرج كليب بشرة خير لابد وأن يحاكم على ما قدمه بالكليب، مؤكدا أن المخرج أظهر الشعب المصري وكأنه شعب رقاص، مشيرا إلى أنه من يشاهد الكليب يشعر بأننا نعيش في كباريه كبيرة، وأنه يحب المطرب حسين الجسمي جدا لأنه فنان حقيقي وموقفه مع مصر موقف مشرف، لكن لا يجوز أن تظهر مصر في الكليب بهذا الشكل، وكان الأولى على مخرج الكليب أن يظهر جمال مصر، مناظرها الطبيعية وآثارها العظيمة. شو رأيك فرح؟ والله صبحي، في مثل يقول أهل مكة أدرى بشعابها. صحيح. يعني أنا كمتفرجة قاعدة أشوف الفيديو أشوف إنه حلو، بالعكس يعكس طبيعة الشعب المصري، كيف إنه هو مرح وفرفوش. صح. لكن أكيد المصريين لهم وجهة نظر أكيد مختلفة ونحترمها أكيد. صحيح. أنا بدي بس ألفت النظر إنه منذ قليل فقط كتب موقع أو ريتويت أو تويت يدعى بألترا هاني شاكر، بيان صحفي، أصدروا بيان صحفي رسمي عن الفنان هاني شاكر، وقال فيه أنه قامت بعض الأقلام في الأيام الأخيرة بمحاولة النيل مني والوقيعة بيني وبين الشعب المصري وبأكمله، والحقيقة أن الحوار الذي نشر على صفحات اليوم السابع والذي أجراه معي علي الكاشوطي تم صياغته بأسلوبه الشخصي، وأنه لم يكن حوارا صحفيا. كان اعتراضي على كليب بشرة خير ينحصر فقط على طريقة إخراج الكليب، وأيضا ولم أتطرق إلى اللحن والكلمات، حيث أن هذا الإخراج يظهر الشعب المصري بكافة فئاته، رجال ونساء وأطفال، وهم يرقصون، خاصة أن المناسبة مناسبة وطنية يقصد بها تحفيز وحث الشعب للنزول. هذه الأغنية لا تعبر عن هذا الحدث. أحسست أنها أخذت من قيمة المناسبة التي يفترض أن تكون بعد هي الأغنية، بعد فوز الرئيس الذي نتمناه. هذا ما صدر على لسان الفنان هاني شاكر، أو التويت على ألترا هاني شاكر، واللي هلأ نزل حاليا. بس طبعا في كثير ناس حبوا الأغنية يعني، وأغلبية الشباب اللي معنا هون المصريين كثير حابين الأغنية. أنا برأيي فرح إنه الأغنية كانت كثير حاملة طابع المرح اللي بتشوفيه أنت بالقاهرة بمصر. ممكن تكون مغايرة عن أي أغنية وطنية، دائما الأغنية الوطنية يكون فيها طابع شوية جدي، لكن هذا شيء مختلف. يعني جاء المعارضة وجاء القبول. صحيح. سألتيني قبل الهوا، كنا عم نحكي أنا وأنت، إنه إذا كانت الانتقادات اللي إجت لأنه بسبب إنه حسين الجسمي إماراتي مش مصري، يعني مش مصري، مش بالتحديد إماراتي، احتمال يكون في حساسية عربي، إنه تكلم على موضوع يخص مصر. لا بالعكس، أنا يعني بعتقد إنه حسين الجسمي من أكثر الفنانين المحبوبين بمصر، وخاصة بعد أغنية بحبك وحشتيني. صح. اللي هي كل المصريين بغنوها وكل المصريين فرحانين. يعني دائما نحن السيدة فيروز غنت لعدة بلدان غير لبنان، وكانت سعادة الشعب اللي غنت له فيروز سعادة كبيرة، لأنه نحن لما بناخذ دعم أيضا من أشقائنا العرب بيكون دعم يعني دبل. مظبوط. عموما الانتقادات اللي جت الاغنيه من حسين الجسمي كلها انتقادات من الوسط الفني، هل في ايش رده فعل الجمهور؟ هلا في كمان وهل هو الاهم؟ هلا في كمان نلوحظ انه الاغنيه شبيهه من حيث اللحن باغنيه قديمه للفنانه شيرين وجدي اللي كان اسمها كل ده، اللي لحنها محمد رحيم قبل 8 سنوات، حسب ما ادعى رحيم بان عمرو مصطفى سرق اللحن منه، وصارت كمان بلبله على الموضوع. هذه قضيه ثانيه. هي قضيه ثانيه انه اللحن كمان مسروق. بكل الاحوال الاغنيه حلوه، الاغنيه ناجحه. حسين الجسمي يعني اغانيه غالبا بتكون ناجحه. صحيح. ونحن بنحب الشعب المصري وكثير طالعين حلوين بالكليب، وبنتمنى التوفيق كمان لحسين الجسمي. اكيد.